طبعا وفي البداية حابة اقول لكم اني اسفة قوي على اني بطلت اعمل فيديوز لمدة 6 شهور. وبصراحة انتوا ليكم حق تزعلوا علشان انا كنت بستمر في تنزيل الفيديوز وفجأة كده بطلت وقفت خالص ومن غير ما اقول ليه ومن غير ما اقول انا هرجع تاني امتى. بس بصراحة يعني الموضوع كان اكبر مني واكبر من قدرتي حتى على اني اكمل. للمعلومة يعني الموضوع ملوش اي علاقة باليوتيوب خالص، يعني هو موضوع شخصي بحت كده شوية. يعني نفسيا ما كنتش جاهزة خالص اني اعمل فيديوز الفترة اللي فاتت. اقدر اقول ان الفترة اللي فاتت دي كانت اصعب فترة مرت عليا في حياتي كلها. اتعرضت فيها لحاجات كتير قوي وتعبت فيها بطريقة عمري ما تعبتها قبل كده، وحصلت لي حاجات ما مرتش عليا قبل كده خالص. يمكن حاجات كانت أول مرة أتعرض لها، بس فعشان كده ما كنتش قادرة أعمل أي فيديوز، وأصلا ما كنتش عارفة إذا كنت هقفل القناة ولا هكمل ولا لأ ولا إيه بالظبط. بس كل مرة ببدأ بحس نفسي كده عايزة أبدأ وأعمل فيديوز، بس برجع وأقول طيب ما هو أنا لازم أوضح للناس اللي حصل، يعني لازم أتكلم واقول انا حصل معايا ايه بالظبط علشان الناس تفهم. بس برضو ارجع واقول ان دي حاجات شخصية قوي حاجات صعبة ان هي تتحكي. بصوا يعني اعذروني بجد. كنت بمر بفترة ضغوطات شديدة قوي، يعني بدون الدخول في تفاصيل، بس هي كانت فترة ضغوطات شديدة قوي عليا لدرجة ان انا لجأت للعلاج علشان اقدر أتعامل مع التغيرات اللي حصلت لي، مش بس ضغط نفسي وبس، لأ ده بدأ يبقى أمراض جسمانية تعبتني وخلتني مش قادرة أكمل حياتي بشكل طبيعي. في الفترة اللي فاتت ما كانش بيتعالج بالطريقة اللي أنا كنت بتمناها، يعني بالعكس بدأ يبقى أسوأ. فاضطريت ان انا اوقف علاجات كتير مشكلة كبيرة خالص في حياتي بجد حصلت، يعني حتى العلاج ما كانش الحل الافضل للي انا كنت فيه. بس بس الحمد لله الحمد لله يعني قدرت اتعافى بطريقة ما، واهو انا دلوقتي قادرة اني احكي ببعض من الشجاعة شوية عن اللي حصل معايا، وبعيدا عن الدراما، ولاني مش عايزة الموضوع يعني يبقى دارك شوية. الحمد لله طبعا انها جت على قد كده، والحمد لله اني قدرت استرجع جزء كبير قوي من نفسي ومن حياتي اللي فاتت. الحمد لله اني قدرت اتجوز شوية اللي حصل، ويب الحمد لله يعني على كل حاجة حصلت. وكمان برضو حابة أقول إن كل حاجة إحنا بنتعلم منها، وأنا اتعلمت الفترة اللي فاتت إني مسمحش لأي ضغط من أي حد إن هو يأثر عليا وعلى نفسيتي بشكل أوفر، وإن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكمان اتعلمت قوي إني أحط حدود، وإني مسمحش لأي حاجة مهما كانت إنها تتحكم في حياتي وفي مصيري. يمكن كانت تجربة صعبة ومؤلمة شوية أو كتير برضو هي كانت تجربة فعلا مؤلمة، لكن التعافي برضو ممكن يعوض جزء كبير من الألم. ومفيش برضو تجربة، مفيش خبرة من غير ألم ومن غير وجع. فالحمد لله على كل حاجة حصلت، والحمد لله على كل حاجة لسه هتحصل، والحمد لله دائما وأبدا طبعا. وحابة أشكر بجد ومن كل قلبي، حابة أشكر كل الناس اللي تواصلت معايا وسألت عليا، وكل الناس اللي استغربت غيابي. وأكيد طبعا شكرا لكل حد أكيد هيعمل لايك وكومنت طبعا علشان شوية يعني نرجع القناة زي الأول. بجد شكرا ليكم كلكم، وشكرا لكل حد هيشوف الفيديو لحد هنا ويعمل لايك وكومنت جميل ويقولي بقى حمد لله على السلامة، علشان انا ناوية ان شاء الله اكمل واستمر. شكرا لكم كلكم على كلامكم الجميل قوي. بجد لما كنت بتضايق او كنت بزعل كنت بشوف الكومنتس القديمة وكده، فكنت بفرح وكنت بحس بحبكم ليا، واحس ان انتوا مستنيين اللي انا حابة اقدمه. ان شاء الله هقدم محتوى يليق بيكم
وما تنسوش برضو تقولولي رأيكم في السيت اب الجديد بتاع الخلفية وفي الشخصية. طبعا انا عارفة انكم اتفاجئتوا بالشخصية الجديدة، بس يب قولولي رأيكم، ويلا باي، سلام.